نرحب بكم أعزائنا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج للرحمن صوما. عنوان حلقة اليوم مفهوم ليلة القدر التي هي في هذا الشهر المبارك. نتحدث لكم فيها عن توقيت هذه الليلة، عن الطاقة السنوية في ليلة القدر، عن الروح والأمر، عن تنزل وتتنزل، ثم أهمية التوقيت القمري وليس التوقيت الشمسي. مفهوم ليلة القدر: لقد خص الله سبحانه بعض الأزمنة بخواص معينة، أي نفحات، فقال صلى الله عليه وسلم: ألا لله في دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها. من أهم هذه النفحات ليلة القدر. قال تعالى: ليلة القدر خير من 1000 شهر، وأسماها سورة القدر. لماذا؟ لأن في هذه الليلة توزع الطاقة السنوية على المؤمنين. تكمن أهمية ليلة القدر في أنها الليلة التي يوزع فيها الملائكة الكرام الطاقة السنوية التي يحتاجها الإنسان خلال حياته. فالإنسان خلال حياته يحتاج إلى طاقة يومية يحصل عليها من الصلوات الخمس، ويحتاج إلى طاقة سنوية يحصل عليها في ليلة القدر، وطاقة واحدة في العمر يحصل عليها بأداء فريضة الحج. والملاحظ أن الطاقة اليومية لا تتعارض مع ضوء النهار، لأن الصلوات الخمس المفروضة تقع في الفترة الضوئية من اليوم، من بداية الضوء عند الفجر وحتى نهاية الضوء عند صلاة العشاء. وطاقة الحج يحصل عليها الحاج في الليل والنهار لأنها أيام خلال أيام الحج، لكن الطاقة السنوية في ليلة القدر تتعارض مع ضوء النهار. لذلك يتوقف الملائكة الكرام عن توزيع هذه الطاقة التي هي الروح، يتوقفون عند بداية وصول أشعة الفجر. قال تعالى: سلام هي حتى مطلع الفجر، وليس حتى شروق الشمس. وكذلك طاقة القرآن الكريم تتوافق مع طاقة ليلة القدر، لذلك أنزل في ليلة القدر، فتتعارض طاقة القرآن الكريم أيضا مع طاقة الضوء. فالقرآن الكريم ينفرد بقدرته على تزويد سامعيه بالطاقة والحيوية، والطاقة السامية التي فيه هي هائلة، بحيث أن الصخر القاسي عاجز عن احتماله. قال تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، في سورة الحشر الآية 21. فالقرآن روح، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب، في سورة الشورى الآية 52. والملاحظ أن القرآن الكريم أنزل ليلا، وفي ليلة القدر المباركة بالذات. إنا أنزلناه في ليلة مباركة، بسورة الدخان الآية رقم 3. فليلة القدر هي ليلة مباركة ونزل فيها القرآن، فطاقتها وطاقة القرآن متوافقة، والطاقتين تتنافران مع ضوء النهار. لذلك يتابع القرآن الكريم فيقول: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده، النحل الآية رقم 2. لذلك علينا التركيز كثيرا على هذه الليلة، لأن فيها طاقتنا السنوية التي نحتاجها على مدار العام. توقيت ليلة القدر: من الأرجح وشبه المؤكد أنها ليلة 27 من رمضان، وذلك للأسباب التالية. أولا، بما أنها في العشر الأواخر من رمضان كما قال صلى الله عليه وسلم، فعلينا إذن
عدم إدخال 20 يوما الأولى من رمضان في الحسبان، وبدء الحساب اعتبارا من 21 رمضان وما بعد. ثانيا، بما أنها في الوتر أي الأعداد الفردية، فهي إما ليلة 21، 23، 25، أو 27، أو 29 من رمضان. ثالثا، إذا نظرنا لأهمية العدد 7 في الدين الإسلامي وأخذنا هذا الرقم بعد إبعاد 20 يوما الأولى من الحسبان، فسنصل إلى 7 بعد 20، أي ليلة 27 من رمضان، والله أعلم. والشرط الأساسي أن تبدأ ليلة القدر من مكة حصرا. هنالك بعض المدن وبعض الدول يبدأ عندهم الليل قبل مكة المكرمة، فهل بدأت عندهم ليلة القدر قبل مكة المكرمة؟ الجواب لا، لأن مكة هي أم القرى، فليلة القدر تبدأ من مكة وتدور حول الكرة الأرضية هذه الليلة وتنتهي في مكة حصرا، وليس من خط التوقيت العالمي المعروف حاليا داخل المحيط. والسبب لأن مكة المكرمة في كل العالم أجمع هي أم القرى حسب ما ورد بسورة الأنعام الآية 92 وسورة الشورى الآية 7. فمن موقع مكة انتشرت الإنسانية في الأرض، والأهم ما في الأمر قوله صلى الله عليه وسلم: من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نذهب معكم أعزائنا إلى فاصل قصير نتابع بعده فقرات هذه الحلقة. أهلا بكم أعزائنا من جديد. تنزل وتتنزل، حرف تاء واحد أو حرفي تاء. إن زيادة المبنى في الكلمة العربية يفيد في زيادة المعنى، لذلك فإن كلمة تتنزل أعم وأشمل في معناها من كلمة تنزل. ففي ليلة القدر قال تعالى: تنزل الملائكة والروح فيها، لأنها ليلة واحدة على مدار السنة. ولكن المؤمن يستطيع أن يجعل لنفسه فقط ليلة قدر خاصة به وطوال أيام السنة، لقوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، في سورة فصلت الآية رقم 30. لذلك يستطيع المؤمن إذا آمن بالله ثم استقام أن يحقق ليلة قدر خاصة به وأن يدخل في مجال السعادة. تتنزل عليهم الملائكة، في ليلة القدر تنزل الملائكة والروح فيها. لذلك المؤمن سيحول حياته إلى قمة السعادة، لأن تنزيل الملائكة يعني حسب ما ورد في الآية الكريمة: ألا تخافوا ولا تحزنوا. والإنسان إذا انتهى منه الخوف والحزن فهذه سعادة قبل سعادة الآخرة. ما هو الفرق بين الروح والأمر؟ إذا نظرنا في قوله تعالى: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، في سورة القدر الآية رقم 4، نرى أن هذه الآية الكريمة قد جمعت ما بين الروح وبين الأمر. فالأمر هو قدرة الله الكلية، أي لا قوة إلا بالله، حسب ما ورد في سورة الكهف الآية 39. ومن هذه القوة الكلية يعطي الله سبحانه قوى جزئية اسمها الروح. لذلك نجد الكثير من الآيات يتحدث عن ذلك بكل وضوح. مثال: يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده، بسورة غافر الآية 15. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده،
في سورة النحل الآية الثانية. أما ليلة القدر فقد ذكر فيها من كل أمر، أي فيها من كل أنواع الطاقات الملائكية السامية والإيجابية، وليس نوعا واحدا من الطاقة. التقويم القمري وليس التقويم الشمسي. التاريخ الهجري هو تاريخ توقيفي. التوقيفي هو ما جاء من الله تعالى. والشهر القمري 29 يوما أو 30 يوما لا أكثر. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الشهر 29 ليلة، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. وبشكل أدق فالسنة القمرية الخالصة تتكون من 12 شهرا قمريا، وكل شهر قمري 29 يوما و12 ساعة و44 دقيقة و3 ثواني. فالقمر هو ساعة غاية في الدقة من الله سبحانه وتعالى. لذلك علينا العودة إلى التاريخ الهجري، فهو أصح حتى من التقويم الميلادي الذي هو تقويم غير مستقر. فكل 4 سنوات نضيف يوما إلى شهر فبراير أو شباط لكي يصبح 29. إذن هي سنة غير متناظرة، وشهرين في الصيف كل واحد منهما 31 يوما 31 يوما، شهرين متتاليين. فالسنة الشمسية غير مستقرة، ولذلك تختلف السنة الشمسية من سنة إلى سنة، وهنالك ما يسمى السنة الكبيسة. ما أردنا إيصاله لكم أعزائنا أنه اقترب العشر الأواخر من رمضان، فعليكم الاستعداد إلى ليلة القدر، ففيها سوف تحصلون على الطاقة السنوية التي تعطيكم الطاقة الحيوية والإيجابية على مدار العام، لأن الملائكة الكرام يوزعون الروح من كل أمر وليس من أمر واحد، أي من كل أنواع الطاقة. وعلينا التمييز بين تنزل وبين تتنزل. صلى الله وسلم على من أنزل عليه القرآن هدى للناس في ليلة القدر وفي شهر رمضان المبارك، وعلى آله وأصحابه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وسلام من الله عليكم ورحمة من لدنه وبركاته.